قاعده كده يا ولاد كده ولا بيا ولا عليا. والجو حر جدا 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 زي ما انتم شايفين اليومين دول، وزي ما بقول لكم كده الاسدال بتاعي متكسر اكمنه جديد، يعني بفرحكم معايا ولا تاخدوا بالكم. تعملي ايه بتشينات؟ خلاص وجدتوها. طاجن كده تشيز كيك، بس التشيز كيك بتاع الغلابه كده، وحاجه منعشه وحاجه تحفه 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 تحفه. مش هتبطلي تعمليها، وبتطري على القلب بطريقه رهيبه وحلوه قوي 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 يا جماعه. بقول لكم استنوا بقى ما اوريها لكم. شايفين الروعه؟ شايفين الجمال؟ شايفين اللوحه الفنيه يا اولاد؟ تشيز كيك تشيز كيك، يعني ما بنهزرش. طبقة بسكوت، طبقة قشطة بالكريمة، طبقة مانجا، طبقة جيلي بالمانجا، وحاجة كده تحفة اللهم بارك. هو يبان صغير بس هو كبير على فكرة. اقطعها بقى قدامكم كده، يعني مش هبطل اكل فيها. انا تقريبا خلصتها لوحدي. كأنك بتاكلي ايس كريم، كأنك بتاكلي حاجة كده بصي بتطري على القلب، بتطري والله العظيم على القلب كده، في وسط الحر والنار اللي احنا فيه دي بتطري على القلب. يلا حطوا لي لايك وكومنت من قلبكم، واللي لسه مشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بقدمه. هاتي بقى عندك كده اي بسكوت ساده، عندك اي نوع بتحبيه، بس المهم تكوني بتحبيه. وهنكسره كده معانا بالكبه بقى بايدك باي حاجه، المهم كده هنطحنه طحن. انا عندي باكوين هنطحنهم دلوقتي. نرجع لكم بعد ما طحنتهم كده، احط عليهم 4 معالق من السمنه او 4 معالق من الزبده، ونفضل ندعكم كده او نبسهم في قلب البسكوت لحد ما كل حبايه بسكوت تتغلف كده بالسمنه او الزبده اللي انت حطيتيها، وهتدي لون معاكي غامق كده. خلاص فردتها بقى في قلب البايركس كده زي ما انتم شايفين، وهتبقى قطعه متماسكه كده، طبقه متماسكه. وهحطها شله واحطها معايا في التلاجة كده لحد ما اعمل الكريمه بتاعتي او طبقه القشطه بتاعتي. طبعا التشيز كيك الاصليه يا جماعه بيتحط فيها جبن، كميه جبن وكريم شانتيه والكلام ده، فانا مش عندي، فحبيت اتصرف اكل كمان حاجه حلوه. فهجيب معايا نص كيلو لبن، حطيت عليه 3 معالق كبار من النشا واربع معالق كبار من السكر. تمام. واقلبهم على البارد، وبعدين هرفعهم على النار. في الاخر برضه هنطعمها كده بعلبة قشطة، هتدي طعم حلو جدا جدا للطبقة دي. نرفعهم بقى على النار كده. هنا كنت هحط مية عشان طبقة الجيلي الاخيرة، بس نسيت اولع النار برضه، ما علينا. نفضل نقلب نقلب لحد ما القوام يتقل معانا. بعد ما القوام خلاص تقل وهتتشال من على النار، نزلت بيها بعلبة كريمة لباني او علبة قشطة، بتدي طعم حلو جدا كده وكريمي للطبقة اللي احنا عملناها دي. حطيت في الاخر كده معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة اللي انا مسيحاها، وهركنها بس يعني 5 دقايق كده، 5 دقايق، وبعدين هنزل عليها على طبقة البسكوت. شايفين الطبقة كانت جمدت وخارجة من التلاجة جامدة ما شاء الله. نزلت عليها بالطبقة التانية كده، هسويها هسويها وبرضه هتدخل التلاجة. سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص، وكمان تاكلي كده حاجة منعشة، حاجة ترطب على القلب في جو الصيف اللي احنا فيه ده. بجد حاجة حلوة جدا، تقريبا احلى من الايس كريم يعني. معلش للجماعة بتوع الايس كريم، والله هي عندي احلى من الايس كريم. خلاص نجيب الطبقة الاخيرة معانا بقى. عندي قطعة مانجا كده، حباية مانجا قصدي، اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى مكعبات وحلوة قوي قوي وسهلة. شايفين؟ تحفة يا جماعة. انا قطعت عليها منجية واحدة اللي انتوا شايفينها دي،
كانت مليانه مانجا وقطع مانجا وحلوه جدا، يعني مغذيه وفيها كل حاجه، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله ما شاء الله. الطاجن اللي احنا عاملينه الصغنون ده هوت يا ولاد يعني يتباع بره بشيء وشويات والله. جبت بقى جيلي، اي نوع جيلي تحبوه، بس يعني المفضل يكون مانجا، بس انا ما عنديش مانجا، قمت حاطه اناناس عادي، ما فيش مشكله، نفس اللون ونفس الطعم ونفس الريحه وكل حاجه، مش هيفرق كتير. كيس الجيلي على كيس على كوبايه ميه ده مغليه، وبعد ما نقلبه خالص بالسكر، حطيت معلقتين سكر، حطيت كوبايه ميه ساقعه، نزلت بقى بطبقه المانجا كده على الطبقه اللي هي التانية بتاعه القشطه. شايفين جمال يا جماعه والله، لوحه فنيه. خلاص هنزل بالجيلي بتاعي وهيتحط في التلاجة 3 4 كده 5 6 ساعات، او لتاني يوم لو انت عاملاها بالليل. ودوقي بقى احلى تشيز كيك يا جماعه، او تشيز كيك الغلابه، عشان ما حدش يقول لي دي مش تشيز كيك.